ما بيقولوا فيد واستفيد. غدانا النهارده مفيد جدا، مليانه اللهم بارك لحوم، مش بنص فرخه بقى ولا الطريقه اللي انت معتاده عليها. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه وشهريه. ميزانياتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد 3000 و4000 و5000 وكل الارقام اللي في النص. تكتبي ميزانيتك وانا ان شاء الله بفضل من الله هعمل لك ميزانيات بقلل اسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. انا كمان بعمل ميزانيات للفاكهه، ميزانيات للسندوتشات. صلي على الحبيب قلبك كتير. اول حاجه انا جبتها، انا كنت جايبه السمكتين الماكريل دول ب 110 جنيه. انا ليا تملي طريقه معينه في السمك ايا كان نوعه بقى، واللي متابعني عارف انا بقطع السمك بتقطيعه مختلفه. جبت السمكتين الماكريل دول كانوا عاملين 110 جنيه. مسكتهم، خليت الراجل نضفهم، قطعتهم جزل. يبقى اول حاجه جبناها ال 110 جنيه. ليه يا سمر بتقطعي السمك بتقطيعه معينه؟ ايا كان نوع السمك. انا بالنسبه لي البولتي بجيبه حجم كبير بيرمي معاكي لحمه. البولتي لما بتجيبي حجم كبير بتقطعي السمكه سنجاري بالطول. طبعا بما ان الماكريل مش هينفع يتقطع سنجاري فانا بقطعه جزل. بجيب بقى البروتين بتاع الشهر واخليه في الفريزر، وبطلع كل الاكل على حسب ما انا هعمل الغدا نوعه ايه. بس الاكيد اللي انا بحاول على قد ما اقدر افيد ولادي بكل الاكلات اللي موجوده في السوق. ما تنسيش تكتبي ميزانيتك وتقولي لي رايك في الكومنتات اذا كانت ميزانيات يوميه او اسبوعيه او حتى ميزانيات الشهر. وتابعيني وان شاء الله هتوفري. وكمان هنعمل جمعيه صغيره نستفيد بيها كل شهر. وكمان تقدري كمان تطلعي حاجه لله حتى لو 50 جنيه، زي ما انت قادره وزي ما انت عايزه. انا مسكت السمك شرفته كويس، كان لسه مجمد اهو، ووريتهم لك في اول الفيديو زي ما انت شفتيهم. طبعا كانوا سمكتين، رصيتهم لك كده السمكتين زي بعض. بجيب معلقه توم كبيره، ودي الطريقه المعتاده لتتبيله السمك اللي هيتقلي، واللي متابعني برضو عارف تتبيلتي في السمك. معلقه توم كبيره، معلقه كمون، معلقه ملح. والبطرمان ده كلفه السمك. لو عايزين تعرفوا ايه هي كلفه السمك اللي بتنقل السمك في حته تانية خالص اكتبي لي وانا ان شاء الله هقولها لك، وهقول لك كمان بعملها ازاي. واخر حاجه بزودها كاري او كركم عشان اعزز اللون، وشعرايه من الفلفل الاسود. لو مش متاح تقدري تستغني عنه تماما. بقلب الكلام ده كله على الناشف، وهتفرق معاكي قوي ان التوم يتشرب كل التوابل دي. واخر حاجه بضيفها الليمون ونقطتين خل. الخل بتاعي تركيزه خفيف عشان كده ما بقلقش منه لما احطه، وبعمل بيه الاكل طول عمري. بجيب الثلاث ازايز خل ب 12 جنيه بيقعدوا معايا شهر واكتر. صلي على الحبيب قلبك يطيب. انا هنا هخلص تتبيله السمك دي وهعمل لها مساج وش وظهر، وهناكل احلى شويه سمك. تقدري تستخدمي السمك التتبيله دي في البولتش، بيبقى احلى كتير من الماكريل. بس انا بضيف الماكريل من وقت للتاني كده بما انه مفيد يعني، او انا على اللي اعرفه من صغري ان هو مفيد والتغيير مطلوب. بصي بقى هرجع السمك تاني مكانه كده، وهتبلها وش وظهر. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، وانا ان شاء الله وفضل من الله هعمل لك ميزانيات باقل اسعار واكتر اصناف موجوده في السوق. السمك الماكريل بقطعه جزل بيرمي معاكي لحم. لو كل شخص، ده اكل 4 افراد، لو كل شخص خد قطعتين عايزه اقول لك اللهم بارك هيرمي معاكي لحم ومش هيحس ان هو ما اكلش. ما تستقلوش بالاكل، حاولوا تضيفوا اي بروتين حتى لو قطعه صغيره هتفرق معاكي جدا جدا زي ما قلت لك. انا دعكت السمك اهو زي ما انت شايفه وش وضهر، وهخليه في التلاجة وهقول لك هعمل ايه تاني. وبرده اكلنا غني ومفيد واستفيد زي ما قال الكتاب. 110 سمك تبلتهم والباقي التوابل موجوده في البيت. جبت نص كيلو رز كان عامل 12 جنيه ونص، الرز كان ب 25 جنيه. همسكه واغسله كويس قوي. وطبعا لو رز اللي هو الكياس اللي مش السايب هيفرق معاكي ما تغسلوش، بس انا بغسله بما ان ده رز سايب. وجبت كمان شويه السلطه طول ب 10 جنيه. كانت شامله ايه بقى ال 10 جنيه دي؟ حزمه جرجير، خيارتين، 3 طماطميات، قرنين فلفل. وتقدري كمان تجيبي السلطه ب 15 جنيه. انا كان بالنسبه لي 10 جنيه متعوده اجيبها من ايام ما كنت بشتغل. بجيب ب 10 جنيه سلطه وسمكايه مشويه، وكان بالنسبه لنا غدا. فطبيعي جدا ان احنا ناكل سمكايه، ناكل صفحه، ناكل دبوسه. المهم ناكل كل يوم اكل مفيد على قد ما نقدر اذا كان عشاء او حتى غدا. انا مسكت السمك زي ما انت شايفه، تبلته، جهزت الرز، عملت معاه شويه رز ابيض، وقلت لابني يجي يساعدني في السلطه كمان بعد ما غسلناها كويس قوي. الناس اللي بتحب تتبل الدقيق تبليه، انا قليته في زيت سخن وشويه السلطه اللي قدامك، وعملنا طلعنا منهم شويه ميه السلطه. اللهم بارك. كان غدانا النهارده